شايفين البطاطس ديت من احلى الحاجات اللي تشبعكم وانتوا عاملين رجيم. بطاطس بس على شرط ما تاكلوش معاها لا عيش ولا رز، يعني هي المصدر بتاع النشويات بتاعتنا. لذيذة جدا وطعمها بيبقى حلو. الوصفة دي انا واخداها من شات جي بي تي بصراحة وعجبتني قوي، فيعني كل فترة كده بكررها. زيت زيتون عليه ملح وفلفل اسمر وتوم باودر بس. بقوم مقلباهم الاول في طبق، وبعد كده بغلف بيهم البطاطس خلاص، وبعد كده بحطها في الفرن تحمر وطعمها بيطلع حلو. وبعمل معاها صوص كده من الزبادي والثوم والملح والفلفل، بقلبهم كويس، بيبقى توم مهروس بقلبهم كويس. الصوص ده انا مبطله كل الصوصات، كاتشب، مايونيز، مستردة، كل الحاجات موقفاها ما عدا اللي هو الصوص الحراق مش فاكره اسمه ايه، المهم يعني. وعلى طول زي ساعات بحط على الرز كمان واكله بيدي طعم حلو. فمع البطاطس جميل قوي. فالنهارده احنا هناكل سجق وبطاطس سلطه طبعا، والزبادي اللي انا قلت عليه. بس طبعا زي ما قلت لكم بطاطس ممنوع معاها رز او عيش. لو انا اكلت عيش في الفطار بمقدار مثلا رغيف مثلا 23 جرام ولا 30 جرام، خلاص الغدا بتاعي يا اما رز يا اما اي حاجه تانية بقى، وطبعا مع بروتين يعني. فالبروتين بتاعنا النهارده السجق.